اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا في فيديو النهاردة سهل وبسيط وفيه وصفات حلوة. ركزي معايا واحدة واحدة وشوف أنا بعمل ايه. طبق وهنزل فيه بكوباية زبادي ومعلقة صغيرة عسل أبيض أو سكر المتوفر عندك. التوابل بتاعتنا فلفل اسود، جنزبيل، وبابريكا، وكاري، وكركم، وتوم، وسنة شطة. تمام. هنزل بيهم على الزبادي ومعلقة العسل. تمام كده اهو. هتاخدوا احلى تتبيلة فراخ مشوية اهو. عصير نص ليمونة او اقل كمان، يعني مش هعصر النص كله. تمام اهو. اخد الخليط ده بقى كده واروح مجلباه مع بعضيه. تمام اهو. تتبيلة تحفة وحلوة وانا معتمداها من زمان جدا. في تتبيلات كتيرة بس دي انا بحبها، وهنعمل ان شاء الله كذا واحدة. هنجيب بقى فرخة هنا، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط. هو بصراحة ربنا مش عارفة وزنهم كام، بس اللي هي مش كبيرة يعني، وانا والوزن ده انا حباه على اساس ان انا هعملها كده على زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، فحباها عشان ما تاخدش السوا. لكن انا في طبيعتي بحب الفراخ اللي تكون اوزانها كبيرة، بس في مرحلة الشوي دي لازم الفراخ تكون صغيرة شوية عشان ما تطولش على النار. هقسم الفرخة من الظهر زي ما انتوا شايفين كده. هفتحها اهو. ايوه. افصل النصين بالطول زي المندي كده اهو. بالظبط كده. طبعا الفراخ مغسولة كويس وزي الفل ومحطوطة في محلول نجع. هبقى انزله لكم بعد كده، وبصوا ما اقولكوش على نظافتها. هنزل بقى فيها فتحات في الصدر وفي الورك، بحيث ان التتبيلة تتعمق في اللحم بتاع الفرخة واللحم كله يبقى متطعم. ما نحتاجش ان احنا نحط ملح واحنا بناكلها. هو الملح اللي هتطبخ بيه هو الملح اللي هناكلها بيه، عشان انا من الناس اللي ما بحبش اضافة الملح على السفرة. ما بحبش انا كده الملحات تبقى موجودة معانا. احسها حركة مش صحية. فدايما براعي ان انا اتبل اللحوم كويس بالملح، بحيث ان هي الملح يكون متغلغل من جواها اهو. زي ما انتوا شايفين فتحات بقى في الفرخة، وانزل بيها في صينية. نركن الكلام ده كله هنا لحد ما يجي وقته تاني. تمام. رحت اغسل ايديا. اخد بقى التتبيلة الحلوة بتاعتنا، اللي هي عبارة عن توم مفروم، معلقة عسل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، معلقتين ملح، وسنة شطة. بس كده. وأدي الفرخة مساج معتبر بالسباتيولا زي ما انتوا شايفين كده. أتبلها. على فكرة أنا بضغط فيها بحيث إن التتبيلة تدخل فيها كويس. تمام أهو. زي ما انتوا شايفين كده. هاخدها من على الجنبين صدر وورك، واخلي التتبيلة تدخلها وتبقى زي الفل معايا، زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. فيديو حلو ووصفاته شيقة جدا وحلوة جدا جدا جدا. تابعوه بس معايا للنهاية، وإن شاء الله هينول إعجابكم وهيرضيكم. والبنات اللي لسه مبتدئين يحضروا هنا معايا، عشان النهاردة في كام وصفة حلوين هتستفادوا بيهم بإذن الله أهو.
قلبت الفرخة وهنزل برضو أفتح بيها وأكسر في العظم. بكسر العظم ليه؟ مش عشان حركة إن هي تستوي ما تستويش، لأ هتستوي بطريقة حلوة وهتشوفوها معايا دلوقتي، بس عشان التتبيلة تدخل في كل مكان كده. أبقى باكل اللحمة بتاعة الفراخ مطعمة بكل التتبيلة الحلوة دي. أيوة، ما احنا مش هنعمل تتبيلة حلوة وفي الآخر إيه ما نستفادش بيها. وسيبي لي التتبيلة الحلوة دهيت ساعتين 3 لو هتعمليها في نفس اليوم. لو هتعمليها قبل التتبيلة الحلوة دي وفي علبة بلاستيك، يشد عليها ستريتش أو بالغطا بتاعها ودخليها جوه التلاجة لتاني يوم. طلعيها هقولك تعملي ايه فيها. كده احنا تبلنا الفرخة وخليناها 100 فل و14 زي ما بيقولوا اهو. ما تنسوش تحطوا اللايك يا حبايبي فضلا وليس أمرا. اهو زي الفل. انا مش مسرع الفيديو عشان اوريكم انا عملت ايه بالظبط عشان البنات المبتدئين يشوفوا معايا، لكن بعد كده على وصفة واتنين وتلاتة هبقى اسرع بحيث ان كنتوا كده عرفتوا الطريقة. هنا بقى ركننا الفرخة على جنب، نخش على الصنف التاني في فيديو النهاردة. ايه هو؟ تعالوا معايا. هنا معايا بصل مفروم، طماطم مفرومة، التوابل كزبرة، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة شطة، معلقة بابريكا، معلقة توم، والملح بتاعنا حسب الرغبة، ونص كيلو من الرز المصري اهو مغسول منقوع ومغسول ومتصفي وزي الفل. انزل بيه على الكلام ده. طبعا خضار مشكل، كزبرة وشبت وبقدونس، ونص كوباية زيت. تمام لحد كده الدنيا تمام ولا عيد؟ ايوه اهو تمام. انزل بقى بنص كوباية الزيت على الخلطة الحلوة دهيت. يلا بقى اقلب الحاجات دي كلها في بعضيها اهو. يلا. خلطة الممبار دايما انا بحب اعملها ني في ني، ما بحبش اسبكها. ليها مميزات ايه؟ اولا بتبقى خفيفة، ثانيا لما الطماطم بتبقى نية والبصل والكلام ده كله مع الزيت بيسرع عملية الحشو. لكن تعالي المتسبكة اللي هي خلطة محشي بتبقى صعبة جدا ان انا احشي فيها، مش بيبقى اسهل حاجة. هنا كنت خلصت وضفت الخضرة والخليط بتاعي جاهز. الممبار مغسول ومتنجع في ملح وخل، وبرضه هنبقى نعمل فيديو كامل لغسيل الممبار. بس انا في عزومة يعني غسلة ومرتبة الحاجات دي كلها وكانت محفوظة عندي ونظيفة. عرفت الميعاد وناسي هيشرفوني رحت طلعت واشتغلت على طول. لكن ان شاء الله يبقى في فيديوهات لكل حاجة. هنا طريقة في حشي الممبار ما كملوش معايا حوالي 7 دقايق، لا 10 دقايق كتار، حوالي 7 دقايق الكمية اللي انتوا شايفينها دهيت. بل بالعكس احتجت تاني من الكيس وغسلته وطلعته، بس طبعا ما كنتش فاتحة معاكم اهو. بلفه ومش بملاه قوي، بخلي الممبار كده ناعم زي المسطرة. بفضل ألمس فيه لحد ما أظبطه. أخلص الكمية كلها معاك وهرجع لكم. هنا كنت خلصت الممبار واديكوا زي ما انتوا شايفين منضفاه من الرز. صينية بقى طريقتي في سوى الممبار. صينية بصلة متقطعة فيها، عروق الخضرة اللي أنا قطعتها، 1 قرفة لورا، المنكهات اللي انتوا عابينها حطوها. لفيلي بقى خديلي الممبار ولفهولي كده وردة في الصينية بالطريقة اللي بتحبيها. أنا بعتمده بالطريقة دي. هتقولي يا أم إياد الصينية مش هتشيل الكمية كلها، هتشوفوا دلوقتي الصينية هتشيل الكمية كلها إزاي. تابعوا معايا وإن شاء الله وانتوا هتعرفوا كل حاجة أهو. صلوا على النبي يا بنات، لكم حسنة ولي المثل أهو. زي ما انتوا شايفين ولف في الممبار أهو. طب الصينية مش شايلة هنعمل ايه؟ انا في المرحلة دهيت كنت مولع على براد مية يغلى على النار كده، حطيت اول طبقة، هنزل بالمية المغلية. شايفين الحركة دي والتركاية دي؟ يلا ادي الممبار وسع لي لغيره.
يبقى كده الصينية هتاخد الكمية ولا مش هتاخدها؟ هتاخدها. تفاصيل صغيرة وتركات صغيرة بتميزك عن غيرك، لكن كلكم شطار وكلكم حلوين وكلكم بتعرفوا مني، وأنا كمان أتعلم منكم، أنا أفيد واستفيد. أهو زي ما انتوا شايفين كده، هظبط صينيتي وأظبط الكلام فيها وأروح مدخلاها الفرن، أغطيها بغطا حلة وأروح مدخلاها الفرن. من باب العلم بالشيء، أنا لفة الفويل مش بتتقطع من مطبخي، دي بتخلص بجيب دي، بس دايما الصينية أو المقاس اللي عندي غطا يغطيه زي كده بروح مستخدماه. ما عنديش يعني مثلا زي الجالب ده، ما عنديش حاجة مستطيلة تغطيه، فهضطر وغصب عني إن أنا أحط فويل، لكن هو مش صحي، نحاول نتفاداه ونبعد عنه. صينية بقى هنا على النار، وهاتيلي فيها معلقة سمنة كويسة كده محترمة، وبصلاية قطعيها وانزلي بيها. تمام لحد كده؟ دبلي لي البصلاية دهيت. برضو اختياري سمنة بلدي، سمنة هولندي، زيت، المادة الدهنية اللي انت بتفضليها استعملي بيها. اهو دبلي البصلاية. ده هيبقى معايا هنا نص كيلو رز بسمتي، مغسول ومنجوع ومغسول ومتصفي وزي الفل. التوابل بتاعته ايه؟ كركم وكاري وملح وجرفة ولورا. طبعا بحط جرنفل بس ما كانش عندي، هتعامل بالموجود عندي، مش هوقف الدنيا يعني على بهار مش عندي او على حاجة مش عندي، عادي الدنيا هتمشي برضو وهيبقى حلو وجميل ولذيذ وهيعجبكم برضو ان شاء الله. بس جربوه بالطريقة دي وامشوا معايا واحدة واحدة، وانتوا ان شاء الله بإذن الله النهاية هترضيكم. اهو حطيت البهارات بتاعتي، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة فلفل اسود، عود جرفة، 3 لورا، ومعلقتين ملح. في ناس بتحط مكعبات مرق، لا انا ماليش فيه، عشان انا الحركة اللي هعملها دلوقتي احسن من اي مرق في الدنيا، هتخلي لي الرز رايح في حتة تانية خالص. شفشف مية سخنة حلو كده على النار، وانزل على الرز بتاعي، كوباية الرز المصري عفوا كوباية الرز البسمتي لها 2 مية، وكلكم شطار وعارفين. اهو نزلت بقى بالمية بتاعتي. هعمل ايه دلوقتي؟ التركية اللي هتخلي الرز ملوش حل وفي حتة تانية خالص. تابعوني وما تنسوش تحطوا اللايك. شوفي لي بقى الحركة دي وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر على قلبة الكاميرا، أنا آسفة. شبكة بقى على الصينية بتاعتي، وأنزل بالفرخة المتبلة بتاعتي بقالها 3 ساعات. أهو زي ما انتوا شايفين، شايفين المنظر، شايفين الجمال، تحفة. لفيلي بقى فرختك بالورق الفويل الصينية دي كلها، وغلوة على النار الرز يغليها ودخليها الفرن. إيه في التوقيت اللي كانت الفرخة فيه على النار كنت حاطة صينية الممبار تغلي عشان أولع الفرن أدخل كل وصفاتي فيه. هنا بقى هاتيلي بولة طبق أيا كان عندك، بصلاية مبشورة، نص فلفل حامي، وانزلي لي بيهم في البولة، معلقة صغيرة فلفل أسود، أهو معلقة بابريكا، أو حبة كمان تاني عشان أنا اللون عايزاه مش أصفر، والملح بتاع الفراخ. أهو زي ما انتوا شايفين معلقتين ملح. أهو أجلب الكلام ده كله مع بعض زي ما انتوا شايفين. النهاردة فرخة النهاردة هتستوي ازاي يا ام اياد، وبطريقتها حلوة ومختلفة جدا. خدوا مني نصيحة واسمعوها مني، بعصير البرتقان. الفرخة في حتة تانية خالص. برتقان يا ام اياد؟ ايوه برتقان، لا بيسيب لون ولا بيسيب نكهة مرة ولا بيبقى مسكر ولا اي حاجة، ده انا كمان هحط عسل. شايفين؟ اهو هاخد نص عصير البرتقان هنا على التتبيلة. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي.
أهو خلصت التتبيلة أركنها. هنا بقى في التوقيت ده معلقة العسل، عشان برتقان صيفي، وحتى لو برتقان بتاع الشتا برضو مفيش مشاكل. أهو هنا بقى خدت شوية من التتبيلة على الخضار. إيه هو الخضار؟ جزر وبصلاية وبطاطسيتين متقطعين بالطريقة دهية، وحطيت عليهم معلقتين من التتبيلة. أنزل بيهم في صينية وأفرق. دي الفرشة اللي هتستوي فوقها الفرخة. أهو أهو زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو سهل وبسيط وحلو جدا، بس تابعوا خطواته. وأنزل بباقي التتبيلة على الفرخة بتاعتي أهو، وشرايح البرتقان كمان معاها. أهو شرايح البرتقان كمان هتدخل جوه الفرخة. الدنيا حلوة ولذيذة والدنيا تمام لحد كده. طب لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك. اهو نزلت بيها في الصينية بنص كوباية العصير التانية. ايوه الخضار ده مع الفرخة مع باريز الفرخة الحلوة اللي هتنزل هيستوي في عصير البرتقال. انا لحد دلوقتي مش مستخدمة اي مادة دهنية. دخلت وصفاتي كلها الفرن. صينية الممبار اهي، المندي بتاعي اهو. شايفين المندي؟ شلت بقى الفويل عشان ياخد اللون. بس تمام. طاسة بقى على النار، اسيبها تسخن كويس جدا جدا اهو. ارمي فيها فصين حبهان زي ما انتوا شايفين، معلقة سمنة، وعندي يا دوبك هما قطعتين او 3 لحمة، ما عنديش غيرهم. انزل بيهم في الطاسة اشوحهم اهو. شايفين الطشة واللون ده؟ هو ده اللي انا عايزاه، هو ده. يلا بقى ظبطي بقى اللحمة دي على الجنب ده وعلى الجنب ده لحد ما تاخد اللون، ووطي عليهم زي الفل كده. رشة فلفل اسود وفصين توم ومعلقة ملح، وجلبيلي في اللحمة دهيت لحد ما تاخد اللون البني اهو. اهو واحدة واحدة عزومتك هتخلص. لو هتعمل 20 صنف لازم تكوني مرتبة لهم. هنا كانت اللحمة استوت وشيلتها ونزلت بيها بكوباية مية مكان البهاريز دي. وكان عندي حبة ورق العنب دي، قلت اسقيهم بالبهريز اللي مكان اللحمة. طبعا اللحمة فين يا ام اياد؟ اللحمة تحت ورق العنب، هتشوفوها في الاخر. طبعا مش هحط معاكم الورق العنب تاني، احنا لسه عاملينه من يومين. فقلت طبق جانبي جنب الاكل، وبصراحة كان مطلوب مني، ضيفي كان طالبه مني اهو. زي ما انتوا شايفين كده. نروح نطمن الفرن. ادي وصفاتنا الحلوة اللي في الفرن. شايفين الفراخ وجمالها؟ شوفوا لي المنظر. وادي صينية الممبار اهو، والفرخة القلبوزة الحلوة بالخضار المشكل بتاعها. هنا كنت خلصت وهقدم. يلا بقى تعالوا لنجن. شايفين حلاوة الرز؟ شايفين الفلفلة والجمال؟ والله العظيم مستوي واحدة واحدة وزي الفل، ولا معجن، وخد سوى الفرخة، والفرخة طالعة مستوية. وعلى فكرة كنت أعمل لكم تيست وأقطع من الفرخة، بس لما الناس جات لي اضطريت إن أنا أقدم بسرعة فما لحقتش إن أنا أعمل كده. فإن شاء الله هنكررها تاني بإذن الله. فرشة من الرز في الطبق زي ما انتوا شايفين كده أهو. أهو أنزل بقى عليها بالفراخ بتاعتي. أيوة، يا خرابي على اللون أهو. بصراحة تحفة، بصراحة تحفة. ما شاء الله. أدي أول طبق خلصناه معانا. يلا نخش على اللي بعده. معاكي إيه يا أم إياد؟ معايا القلبوزة بتاعتي، خطيرة وتحفة. جربيها بالبرتقان وهتدعيلي، هتدعيلي من طعمها.
انسوا إن ما أنتم بتحطوا ليمون، هو زي الليمون معاملة الليمون، بل بالعكس نكهة أعلى وأقوى. وهنا الslice بتاع الليمون الشرايح هازين بيها أهو زي ما أنتم شايفين كده، أهو. بُصّي بالطريقة اللي تحبي تزيّني، تحطي فرشة خضار، تزيّني زي ما أنا باعمل كده، كان ممكن تخلّي الفرخة في النُص حُط الخضار البطاطس والجزر حواليها، بس أنا ما حبيتش، قُلت أحط البطاطس في طبقين صغيرين عشان في رُز، في حد بيحب يخلط، حد يحب ياكل بعيش، يبقى في صنف خضار يعني. أهو خلصت الفرخاية الحلوة بتاعتنا واتقدّمت واتركنت وزي الفل. معاكِ إيه تاني يا أم إياد؟ معايا ورق العنب، طبعًا عملناه معاكم وعرفتوه بتركاته وحركاته، وإن شاء الله لو حابين إنه نكرره تاني بلغوني ونكرر عادي ما فيش مشاكل، أهو هنجلب حبة ورق هُم طبق والله العظيم واتبقى منه، يعني هو كان السرفيس ده كبير اتبقى منه زي طبق سلطة صغنن كده، الحمد لله الأكل كان كتير وفيه البركة، وشرفوني ونوروني، ويا رب دايمًا متجمعين في الخير، ويا رب دايمًا يجعل بيوتنا مفتوحة لبعضينا، ونروح ونيجي على بعض يا رب. أهو هنا بقى الممبار، لا سمنة ولا زيت ولا تحمير في الطاسة ولا سلق ولا فرجعة ولا أي حاجة، شايفين مفلفل إزاي، شايفين مستوي إزاي، مِيّة مِيّة. والصينية كلها ما فيهاش واحدة فرجعت. هنا كان معايا أصناف جانبية ما اتكلمتش عنها عشان لسه هنعملها فيديوهات، طبق سمبوسك، ورق العنب باللحمة أهو، السمبوسك طبعًا ما اتكلمتش عنه عشان ليه فيديو بطريقة لفه، أهو كده سفرتنا خلصت، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو.